القنبلة النووية موتت ناس وبهدلت اقتصاد، لكن في علم وفي تطور صعدت. احنا القنبلة النووية بتاعتنا جابت البلد لورا، جابت لنا الفقر. يعني القنبلة النووية ما عملتش حاجة في اليابان، لكن القنبلة النووية بهدلت مصر. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. سامين أساسيوس 2510 بيقول لي: تحية حارة لسيادتكم دكتور وجيه. سؤال: ما هو الفرق بين الشعب الأسباني والشعب المصري؟ تم احتلال أسبانيا لمدة 800 سنة تقريبا، ولكن بالنضال ومكافحة المحتل انتصروا وحرروا بلادهم. هل الاناجيل في اسبانيا ما فيش فيها ايه من لطمك على خدك الايمن حولها الايسر؟ السر فين دكتور وجيه؟ يمكن يا استاذ سامس لو انت متابعني كنت هتعرف السر فينا احنا تعاليم الخنوع، لكن ما تخافش. اسبانيا اتحررت بعد 800 سنه احتلال. مصر ممكن تتحلل تتحرر بعد 2000 سنه احتلال، لان في الكثير دلوقتي بيلحد وفي الكثير بيقبل الى المسيحيه، فما تقلقش، مصر هتتحرر والتحرر جاي. تحياتي ليك لحضرتك. استاذ فادي عزيز يوسف بيقول لي: للاسف مصر تمر الان في الحاد ديني وسياسي وتدهور المنظومه الاجتماعيه للشعب، واصبحت البلطجه والخطف والتزوير واسلوب القمع في كل منفذ في مصر، من المطارات والمواني وفي الشارع المصري وحتى ما يعرض من برامج تلفزيونيه. ودوله الدكتاتور والقمع تستغل رجال الدين والسلطه القضائيه والسلطه الامنيه لصالح السلطه التنفيذيه، وبث الرعب والإجبار والأمر الواقع والهوان والإعدامات المفبركة، وكل هذا مقصود وتنفيذ لأجندة عالمية. والنظام الحاكم هم كلاب التنفيذ مقابل حفنة من الدولارات، وأصبح التكفير والبلطجة والإباحية والفساد في خطى متوازن لتشتيت الفكر العام. متفق مع كل كلمة قلتها يا أستاذ فادي عزيز. نشر البلطجة، التزوير، رفع الفشلة اللي ماسكين البلد، فشلة بدبلومات. بنشوف دلوقتي دبلومات، العرجاني ماسك سينا ومش عارف ايه، والبلطجي الفلاني ماسك ايه، والبلطجي العلاني والشله اللي حواليه كلهم بلطجيه. والعلم والقيمه والدراسات ملهاش اي ثمن. تجار المخدرات والبودره سالكين 100 البلد ماشيه في سكه زي الزفت. البلد المفروض تسقط بتعليمات من النظام الخارجي، واللي ماسكين البلد عملاء، انا عارف. يعني انا اتمنى ان نظري يكون كويس عشان اقدر اقرا تعليقاتكم، لان التعليقات كتيره قوي، لكن هحاول اقراها. الاستاذه سوريا: صباح الخير والبركه والنعمه الجميع، يا رب سلام. اهلا بيك يا استاذ سوريا، نورتينا. استاذ يوسف فايد بيقول لي: من الاخر، بعد الحرب العالميه الثانيه بدات اليابان ووصلت الى اعلى واكبر اقتصاديات في العالم، وبدات اللحي ووصلنا قنبله النوويه موتت ناس وبهدلت اقتصاد، لكن في علم وفي تطور صعدت. احنا القنبلة النووية بتاعتنا جابت البلد لورا، جابت لنا الفقر. يعني القنبلة النووية ما عملتش حاجة في اليابان، لكن القنبلة النووية بهدلت مصر. تحيات ليك يا استاذ يوسف. عبقريني بيقول لي: ماكرون يحل البرلمان الفرنسي بعد هزيمة حزبه واحزاب اليسار واكتساح اليمين نتيجة الانتخابات الأوروبية. أهو أدي عندك ماكرون. لا، وألمانيا كمان النهارده انتخابات فيها، لما نشوف النتيجة هيحصل فيها إيه، ربنا يستر. أستاذة سوريا نعيم بتقول لي: مخيف هو الوقوع في يد الله ولي النقمة، يقول الرب. أمين. أمين. سوريا
استاذه مريان غبريال بتقول لي سلام المسيح معك دكتور وجيه رؤوف، ربنا يحفظك ويسندك دايما. الله يخليك، شكرا يا استاذه مريان. سوريا، نحن نعيش في غابه مليئه وحوش مفترسه ولا يوجد بها قانون، ولكن الله قاضي عادل. نرفع قضيتنا للسماء لأن العدالة الأرضية فاشلة. أنا معاك يا أستاذ سوريا، بنرفع إيدينا للسماء وربنا هو قادر يحل المشاكل كلها. أستاذ إدوار مهني بيقول لي ربنا يديك الصحة لتكون صوت صارخ في البرية وتظهر الحق للعالم كله. الله يخليك، شكرا ليك. يوتيوب أونلي بيقول لي السلام عليكم. أهلا يا أستاذ يوتيوب، أهلا بيك. يوتيوب بيقول لي هؤلاء مسلمين بالاسم وهم عار على الإسلام والإسلام بريء من أمثالهم. أستاذ يوتيوب شخصية مسلمة وهو محترم، بيتبرأ من الأعمال اللي حصلت لجمانة روماني واللي بيحصل معاه. أنا معاك، بس عايزين أصواتكم تعلى يا أستاذ يوتيوب وسط المسلمين، تعلمهم إيه الصح من الغلط. فريق أوبونيان بيقول لي من فضلك ما تنساش متابعة قضية تدرس عماد اللي اتقتل في قسم الشرطة. تقصد تدرس عماد جيد. اتكلمت عنها المرة اللي فاتت وهنتابعها استاذ فري. استاذ فري اوبينيون بيقول لي بلاش غيبة طويلة من فضلك. انا معاك استاذ فري، بس انا مش هطلع اقول اي حاجة يعني، وانس ان انا اطلع يبقى معايا قضية بعرضها، قضية مهمة بقولها. وجيه مش يوتيوبر هيطلع يضيع وقت يعني انا اسف في الكلمة يعني. انا بطلع اطرح قضية واطرح اطروحات وقضايا لابد من النظر ليها. في حاجه زي كده اوكي، صدقني اتمنى ما يحصلش قضايا وما اطلعش خالص يا استاذ فريد. اطلع اقدم برامج طبيه، اتكلم في الطب، دي مهنتي. طيب الاستاذ فؤاد بيقول لي الاقباط يعانون الامرين ومستباحين. متفق معاك في دي. استاذ كوريل السمعان بيقول لي ولاد 60 وسخه وحضرتك كده محترم معاهم قوي يا دكتور. شكرا ليك يا استاذ كوريل. صدقني ما كنت اتمنى اطلع اي لفظ. انا على يعني انا بكتب مقالات من اكتر من سنين، من 2006 يا جماعه بكتب مقالات، وعلى على اليوتيوب يمكن من 2008 افتكر او 2007. انا ما بشتمش، لكن انا اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ طيب الاستاذ فؤاد بيقول لي وفي الاخر توادرس والاساقفه متواطئين معاهم وطالعين يدافعوا. يرحمنا ربنا يا استاذ هاني. استاذ هاني بيقول لي وقت تعرية سيدة الكرم الدولة عملت كل شيء لتبويظ القضية. طبعا ما هي الدولة هي السبب في ده، احنا هنضحك على بعض. فريق اوبنيان بيقول لي حضرتك احنا بقينا عايشين ما بين قطع ميه وقطع كهرباء، ربنا يستر على الهواء والغاز. ربنا يسلم يا استاذ فري، بنطلب لمصر السلامه والامان. استاذ فؤاد بيقول لازم الاقباط يبطلوا سلبيه عتابي، مهما كان الشخص ضعيف كان لازم يرفض الصلح. متفق معاك، الصلح ده مهم. فؤاد المكسيكي رأس الأفعى مصمم على إهدار كرامتنا. ربنا هيهدر كرامته، هو ناسي ان ربنا قدير. الاستاذ بيقول لي فين اقباط المهجر ساكتين ليه؟ لا، في ناس كتير من اقباط المهجر بتتكلم. ميشيل موسى بيقول لي God bless you, God bless you too, thanks. فؤاد بيقول لي كهنة الفوانيس، كهنة العار ضيعوا كرامتنا وحقوقنا، ربنا يرحمنا. فريو بنا بيقول لي لما رئيس الدولة بنفسه يوعد سيدة الكرم ان حقها مش هيضيع وحقها هيضيع، يبقى مين الحاكم الفعلي لمصر؟ ده راجل هجاص، انتوا بتصدقوه؟ ده راجل كذاب، ابو كل كذاب. سيسي كذاب كبير قوي. مساء الخير، مساء النور. فؤاد بيقول لي سبب ضياع كرامتنا في الكنيسة القبطية الزمية بعت الأقباط. متفق معاك. بيبو بنام بيقول لي البابا تودروس خايف من ايه وليه؟ ياكل جبن كتير حتى يصير جبان ومتخاذل. بياكل جبن كتير، جبن بالسلطه ولا ايه ده؟ ماشي. استاذه ليلى بتقول القانون يجب ان يطبق على الجميع بدون تمييز. مفيش قانون في مصر. لو يوجد قانون في مصر يطبق كانت البلد دي تبقى في حته تانيه، تبقى متقدمه، مش في حته تانيه زي ما ودانا صاحبنا.
الاستاذ كيرلس سمعان بيقول لي الكهنة خرجونا من شعورنا بسبب مواقفهم الدونية. صح، متفق معاك. هاني فؤاد بيقول لي هم تعودوا على سياسة لوم المجني عليه دائما، يرحمنا ربنا. برضو هاني فؤاد بيقول لي هم كده سياسة لوم الضحية قمة في الجحود، يرحمنا ربنا. كيرلس بيقول لي حضرتك يا دكتور راجل من ظهر راجل، اشكرك يا استاذ كيرلس سمعان، شكرا ليك. هاني فؤاد بيقول لي الكهنة والأساقفة متوصيين ضدنا، هيكون زي الملوك بيتعالجوا في أفخم المستشفيات. يعني هو طالما الكاهن والأسقف بيتعالج في أفخم، يسيب الفقير؟ أستاذة منى خليل بتقول لي فين قانون الطفل مثلا. كرول السمعان بيقول لي على رأيك يا دكتور ولاد الرايات الحمراء، ولاد ابن النابغة، ولاد النابغة